يا جماعه سنه ثانيه اعدادي بريب 2. انا بلم لكم دلوقتي المسائل اللي هتيجي في الجزء الاخير من الجيومتري في البروفايل، اللي هي المسائل بتاعت الانيكواليتي، اللي هي احنا قلنا قبل كده لو سايد ايكوال سايد يبقى انجل ايكوال انجل، والعكس لو انجل ايكوال انجل يبقى هكتب لك اهو بنقول في الايسوسيلس لو سايد ايكوال سايد، لو انجل ايكوال انجل يبقى سايد ايكوال سايد، هنا سنس وهنا ايه زد، وبنقول العكس لو سايد ايكوال سايد يبقى في انجل ايكوال انجل سنس وزن. بس الجزء دوت مش بتاع الانيكواليتي، الانيكواليتي اللي بتاعت اكبر واصغر في الترينجل دي كنا بنقول لو سايد اكبر من سايد يبقى انجل اكبر من انجل، دي سنس ودي زن. لو كنا بنقول عكس لو انجل اكبر من انجل يبقى سايد اكبر من ايه؟ من سايد، سنس وزن. هم دول اللي شغال عليهم النهارده او في مجموعه المسائل دي. طيب دلوقتي في مسألة حلوة قوي جميلة جدا، بص أنا بعرفها إزاي؟ لما إيه اللي يثبت إن إيه بي إيكوال إي سي، لو قال لي إيكوال إي سي يبقى هو في الحالة بتاعت سايد إيكوال سايد أنجل إيكوال أنجل أو العكس. أنا طالما جاب لي سيرة أكبر يبقى هو في الجزء ده. طب بص أول حاجة تعملها إيه عشان تعرف تحل المسألة دي؟ تجيب الحرف الغايب هنا وهنا. ها، على فكرة دي أسهل واحدة في المجموعة كلها. لما يقول لي اي بي يبقى الحرف الناقص ايه؟ هو طالما قال اي بي واي سي يبقى هو كده شغال على المثلث ده اللي هو اسمه اي بي سي. فلما يقول اي بي يبقى الحرف الناقص من هنا سي، تكتب لي سي كبيره كده. فلما يقول لي هنا اي سي يبقى اكتب فيها الحرف الناقص بي. هو مثلث اسمه اي بي سي، اي بي يبقى ناقصين سي، اي سي يبقى ناقصين بي. حاطط في النص علامه اكبر يبقى تحط انت في النص علامه اكبر. عارف بقى الخطوه دي والخطوه دي، هو عايزك تثبت ان اي بي اكبر من اي سي، انت هتسيب اللي هو عايزه دوت وهتثبت انت حاجه ثانيه، هتثبت ان سي اكبر من بي. طب عارف الفينش بتاعي تحت هيبقى ايه؟ الفينش بتاعي تحت هيبقى اقول له السنس ان سي طلعت اكبر من بي يبقى زن اللي انت عايزه ان اي بي اكبر من اي سي. ايه ده؟ يعني كان الخطوتين دول كده انا خلصت حوالي ربع البروف. ربع البروف ده الفينش بتاعي. ركز بقى معايا كده ازاي تثبت ان سي اكبر من بي. السي اهي والبي اهي. انا سامع حد شاطر هنا بيقول لي مستر اول حاجه في باراليل، شايف السهمين دول؟ يبقى نبدا بحرف الزد. الانجل دي بكام؟ ب 40، يبقى الانجل دي بكام؟ ب 40. على فكره مساله سهله جدا بتخلص في دقيقه. حرف الزد دي 40 يبقى دي ايه؟ 40. طب بعد كده خش على الترينجل، انت عارف ان السم اوف انجل اوف ترينجل 180. طب ما انت عندك دي معروفه ودي معروفه، عايزين نجيب دي، هو الترينجل كله ب 180. طب اجمع الاثنين دول ونقصهم من 180. هو انا لما اجمع 80 و40 يديني 120. ال 120 لما اشيلهم من 180 يتبقى كام؟ 60. 60 شطار. عارف بقى خدت بالك؟ السي طلعت بكام؟ 60 والبي بكام؟ ب 40. 60 مش دي اكبر من دي؟ اقول له يبقى زين السايد ده اكبر من ده، خلصت المساله. مساله سهله جدا. تركتها حاجتين، اول تركايه فيها حرف الزد، التركايه الثانيه السم اوف انجل اوف ترينجل. فلما اجي اكتب بروف اقول له ايه بقى؟ ابدا بالبارل الاول. اقول له سنس، طالما اشتغل حرف زد تقول بارل اي دي. وعلى فكره هي مكتوبه في السؤال، ممكن تبقى دي الجمله انا مش كاتب السؤال، انت ده في السؤال كاتب لك ان اي دي بارلل مع بي سي. اقول له يبقى زن ايه؟ طالما ده بارلل مع ده يبقى الميجر بتاع انجل بي هيساوي كام؟ اقول له يبقى ميجر انجل بي هيساوي 40 ديجري. عايز تقول ان هم الترنيت، حرف الزد اسمه الترنيت، ماشي، مش عايز تقولها خلاص، انت كده خلصت اول مهمه. بعد كده انا جبت دي ب 40 ودي ب 80، طب دي 40 ودي 80 دول بارلل. جبت دي ب 40 اجيب دي ازاي؟ اقول سنس ان السم اوف انجل اوف ترينجل، اهو اقول سنس ان السم اوف انجلز اوف ترينجل ايكوال 180. يعني مجموع الانجلز بتوع الترينجل كلهم 180. انت عايز تجيب مين؟ احنا عايزين نجيب السي. هقول له يبقى زن ميجر انجل سي ايكوال 180 ماينس، وافتح قوسين احط جوه القوسين ده بلس ده، احط 60 بلس 80 بلس 40. لا مش 60، لسه ما عرفناش ال 60. انا عايز اجيب ال 60، احط 80 بلس 8. احط 80 بلس 8 واحسبها بالكالكوليتر. الكالكوليتر هتقول ان دي ايكوال 60. حضرتك كده جبت حاجتين، بص جبت ان البي ب 40 وجبت ان السي 60. ملاحظ حاجه؟ ال 40 اكبر ولا ال 60؟ مش ال 60 هي الاكبر اللي هي مين؟ السي، والصغيره هي مين؟ البي. ايه ده يا مان؟ كان السي اكبر من مين؟ البي اهي.
ايه ده؟ اقول له خلاص البروف ست حتت. بص سنس زن سنس زن، اخر حاجه سنس زن. عارف مين اخر حاجه سنس زن دي؟ هكتب له الحتتين اللي كاتبهم فوق دول. اقول له بقى ايه؟ سنس. ها طلع مين اكبر؟ السي ولا البي؟ السي. اقول له سنس ان السي اكبر من البي يبقى زن. هي السي بتبص على مين يا شباب؟ الترينجل اسمه اي بي سي. بص اسمه اي بي سي. لما تقول سي يبقى ناقصها مين؟ اي بي. يبقى هنا اي بي اكبر. البي اهي ناقصها مين؟ اي سي. اللي هم الخطوتين انت كاتبهم هنا. تقول سنس ان سي اكبر من بي يبقى زين اي بي اكبر من اي سي. فمثلا انت جبت ازاي السي والبي؟ تاني الاي بي مين الحرف الناقص؟ السي. طب الاي سي مين الحرف الناقص؟ البي. طب ليه حطيت اكبر؟ علشان دي اكبر. طب لو كان قال اصغر كنت احط اصغر. طب لو كان قال ايكوال احط ايكوال. بس كده في حاجه ناقصه ان ما ينفعش تقول سي اكبر من بي، كان لازم تقول ايه؟ ميجر انجل سي اكبر من ميجر انجل بي. وكده يبقى احنا خلصنا المساله. انتظرني في بقيه المسائل ان شاء الله. ثانك يو. يروح مثلا موصل لك الشكل كده ويقفله لك كده، يعني يقفل لك دي كده عادي. هو انت لو شفت الخط ده ولا ليه اي تاثير. انا برضه هشتغل اول حرف الزد، هقول دي 40 يبقى دي ايه؟ 40. بعد كده اقول الترينجل ده sum of angle 180. لما احب اجيب دي اقول 180 ماينس الاثنين دول جبت دي 60. اكتشفت ان ال 60 اكبر من 40. يبقى اقول السي اكبر من دي يبقى ده اكبر من ايه؟ ده اللي هو طلع. يبقى هو لو قفل خط كده هي نفس الرسمه. دور في الامتحانات هتلاقي الرسمه دي موجوده كتير قوي، هي والرسومات الثانيه اللي انا هحطها لكم ان شاء الله مع بعض. مع بريك 2 جيومتري ثانيه اعدادي هندسه. مسائل على اخر بقى درس اللي هي ايه؟ اللي هي الانيكواليتي. يعني لما سايد اكبر من سايد يبقى انجل اكبر من انجل، وانجل اكبر من انجل يبقى سايد اكبر من سايد. دي يا جماعه مساله مشهوره جدا قوي في الامتحان على الجزئيه دي. ايه بقى المساله دي؟ ان هو يرسم لي شكل رباعي كوادريلاترال، يعني شكل رباعي، ويديني الاربع سايدات مقاساتهم موجوده، ويقول لي اثبت ان الانجل دي البي اي دي اكبر من بي سي دي. بصوا يا جماعه عشان ننجز كده بسرعه، انت بتعمل ايه؟ بتبص على الحرف اللي في النص هنا والحرف اللي في النص هنا، وتروح موصلهم ببعض. هنا الحرف اللي في النص A والحرف اللي في النص C. بجيب الحرف اللي في النص ده هتوصل الاي بالسي. ادي الاي وادي السي، هتروح موصلهم لي بالمسطره خط كده. هتلاقي نفسك قسمت الشكل الرباعي دوت لمثلثين. طب بعد ما بقسمه لمثلثين يا مستر بعمل ايه بقى؟ بقسم الصفحه نصين. مره بقول ان ترينجل كذا، ومره بقول ان ترينجل كذا. ايه ده؟ انا هشتغل مرتين، مره في المثلث ده ومره في المثلث ده. طيب المثلث بس بص بقى، انت بعد ما بتقسمها كده نصين بقت مثلثين، بتحاول بقى تركب الانجلات دي ودي ودي ودي. هنسمي مثلا انجل دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4. وبعدين مثلا ينفع اسمي دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4 براحتك اي اسامي. انت كده كده يا سنه ثانيه الرسمه بتحطها في ورقه الاجابه. الرسمه بتحطها في ورقه الاجابه، ولما بتحطها في ورقه الاجابه ما هتبقى لازم الرسومات بتاعت الجيومتري تلاقي في ورقه الاجابه. انت بقى بترسمها وبتعمل خط، انت مرقمهم 1 2 3 4، زميلك مرقمهم 1 2 3 4. احنا واحنا بنقرا الحل بنقرا على ارقامك اللي انت حاططها لنا في الكراسه بتاعت الاجابه. فانا مثلا هسمي دي مثلا 1 اللي هي انجل دي كده، اقول دي 1 ودي 2 مثلا ودي 3 ودي مثلا 4. طبعا طب بتقسم بقى المساله تقسم المثلث، بتقسم الصفحه نصين. الترينجل اللي فوق دوت اسمه ايه؟ اسمه اي دي سي او اي سي دي او دي سي اي. المهم هتيجي ثلاث حروف وخلاص اهو اي دي سي وبالخط. المثلث الثاني اسمه ايه؟ اي دي سي اهو. عارف اللي بيحصل؟ واحده سنس وواحده زن، هنا واحده سنس وواحده زن، خلصت المساله بتاعتي. ايه يا مستر ده سنس واحده زن دي؟ احنا كنا بنقول لو في سايد ايكوال سايد يبقى في انجل ايكوال انجل. طب العكس، لو في انجل يعني سنس زن. طب لو في انجل ايكوال انجل يبقى زن في سايد ايكوال ايه؟ طب ده كان بالنسبه للايسوسيلس ترينجل. احنا النهارده بقى مش ايسوسيلس ترينجل، احنا النهارده بنتكلم عن الانيكواليتي. الانيكواليتي يعني مش هيبقوا زي بعض، يبقى في اكبر واصغر. انا هاك بالاحمر اهو، لو في سايد اكبر من سايد يبقى في انجل اكبر من ايه؟ من انجل.
طب العكس، لو في انجل اكبر من انجل يبقى في سايد اكبر من ايه؟ بنقول دي سنس ودي سنس. اصل دي انا هستخدمها دلوقتي. دي انا هستخدمها اللي هي باللون الاحمر دي. طب بصوا معايا يا شباب كده، المثلث اللي فوق ده في سايدين معروفين، واحد 5 وواحد 4. اسال نفسك سؤال، مين اكبر، الخمسه ولا الاربعه؟ طبعا الخمسه اكبر من الاربعه، صح؟ بس مش هنقول بقى 5 و4 تقول اساميهم. عنده سنس ايه؟ الخمسه اللي هو الدي سي اكبر من الاربعه اللي هو اسمه ايه الاربعه؟ اسمه الاي دي. يبقى ده اكبر من ده. طب يا جماعه ده بيبص على انهي انجل؟ مقص. طب ده بيبص على انهي انجل؟ مقص. ده بيبص على دي وده بيبص على دي. مش انت قلت ان الخمسه اكبر من الاربعه؟ الخمسه مين اللي في وشها؟ ال1. يبقى له ميجر انجل 1 اكبر من الميجر. يعني مش ده بيبص على 1؟ طب وده بيبص على ايه؟ على انجل انت مسميها 3 يبقى اكبر من 3. هتسمي الجمله دي رقم 1. فانا قلت اهو سايد اكبر من سايد يبقى انجل اكبر من ايه؟ من انجل. تيجي نعمل نفس الكلام في المثلث الثاني. المثلث اللي تحت ده السبعه اكبر ولا الثلاثه؟ طبعا السبعه. طب السبعه اسمها ايه؟ بي سي. اقول له البي سي اكبر من الثلاثه اللي هي اسمها اي دي. سايد اكبر من سايد يبقى زين انجل اكبر من انجل. طب انا مش عارف الانجل يا مستر بتلخبط، بتعملهم مقص. السبعه بصه هنا والثلاثه بصه هنا. هي بتيجي مقص كده. يبقى السبعه مين اللي بص عليها؟ 2. يبقى له ميجر 2 اكبر من ميجر ايه؟ 4. واسمي الجمله دي رقم 2. اقول له فروم 1 و 2 باي ادنج. هجمعهم. بس انت مش هتجمع ولا حاجه. انت تقول انك جمعت يعني خلاص. عارف ايه اللي يطلع؟ هقول له يبقى زين اللي هو طالبه منك في المساله دي. وتبقى كده خلصت المساله الثانيه. اقول له زين ميجر انجل كذا ايكوال ميجر انجل كذا. هو عايز بي اي دي، انا بنكب بدل من المطلوب بي اي دي اكبر من بي سي دي. هو انا كده خلصت المساله. طب بصوا يا جماعه سريعا كده، افرض هو عمل الرسمه كده. افرض رسم الرسمه كده. دي وقال لي مثلا ده 5 7 بس دول بقى عشان التنزيل هيبدلهم. خلي بس يجي فوق. هو هنا كان عايز ايه وايه وسي. طب افرض يقول له ميجر كذا موريزون كذا. طب بص يا جماعه هنا هو كان عايز دي اكبر من دي، صح؟ كان عايز الايه والايه والسي. الايه والايه والسي. ده اللي هو قال لك انا بص قال لك ايه بروف. مش بقى ايه اكبر من سي، لا جاب لي على ايه؟ على الدي والبي. قال لي اثبت ان الدي اكبر من ميجر مين؟ وطبعا الدي والبي هيبقوا هما الحروف اللي في النص. ساعتها حضرتك هتوصل ازاي؟ مش بالعرض، هتوصل بالطول. هتوصل الدي والبي، هتلاقيهم جم ازاي الخط. وهترقم 1 2 3 4. 1 2 3 4 دايما 1 2 3. عايز تقول دول 1 2 3 4 مش فارق. هم 4 حاجات تسميهم بمزاج. ها وتقسم الصفحه نصين. اقول ايه تراينجل كذا وايه تراينجل كذا. يلا بسرعه اهي. لا نقول ايه تراينجل كذا ايه تراينجل. يعني ده بطريقتين. ها هنا كان مثلث فوق ومثلث تحت. هنا واحد يمين وواحد ايه؟ شمال. براحتك. انت مثلا نخلي على الشمال في الشمال واللي على اليمين في اليمين براحتك. اللي على الشمال اسمه اي دي بي. ولا ايه؟ دي بي. وبالتالي اكتب اي 3 حروف على مزاجك. اللي على اليمين اسمه دي سي بي. هنا واحده سنس واحده زن واحده سنس واحده زن. خلص الجروب ده. اقول له سنس. بص بقى في مثلث على الشمال. الثلاثه اكبر ولا الاربعه؟ الاربعه اكبر اللي اسمها اي بي. اقول له اي دي اكبر من الثلاثه اللي اسمها ايه الثلاثه؟ اسمها اي دي. طب مش ده سايد اكبر من سايد؟ يبقى زين ميجر انجل اكبر من ميجر انجل. طالما سايد اكبر من سايد في انجل اكبر من انجل. ها بنعرفهم ازاي؟ ده بيبص على دي وده بيبص على دي. تعمل لهم القص كده. يبقى 1 اكبر من 3. بنسمي الجمله دي رقم ايه؟ انا اكتبها هنا كده وخلاص عشان مفيش مشكله. ان في المثلث الثاني السبعه اكبر ولا الخمسه؟ السبعه. طب السبعه اسمها ايه؟ بي سي.
اقول له بي سي اكبر من مين؟ السبعه اللي هي بي سي. طب والخمسه اللي هي اسمها دي سي. طب ده سايد اكبر من سايد، يبقى زين ايه؟ ان يبقى في ميجر انجل اكبر من ميجر انجل، وهنسمي الجمله دي رقم 2. اعرف ازاي الانجل ده؟ بس خد السلايدات دي واعمل لهم مقص. السبعه تبص هنا والخمسه تبص هنا، يبقى السبعه بتبص على انجل اسمها 2، يبقى ميجر 2 اكبر من ميجر مين؟ الفايف بتبص على 4. هتسمي دي 1 ودي 2، هتقول from 1 and 2 by adding 1 and 2 by adding. يبقى زين اللي هو عايزه. هو كان عايز ايه؟ هو كان عايز ان دي اكبر من دي، اقول يبقى زين ميجر انجل دي اكبر من ميجر انجل دي. وكده يبقى انا خلصت لكم مساله حلوه. انتظرني هجيب لك مسائل ثانيه كده واجمعهم لك مع بعض ان شاء الله على اخر درس. ثانك يو يا سنه ثانيه. احنا هنا لسه مع ايه؟ مع بريد 2 بنحاول نحل مشكله البروف. عندي هنا برضو مساله، احنا هناك عملنا 5 مسائل. دي رقم 6، هنسمي دي رقم 7، دي 8، ودي نمبر 9. يبقى انت هناك 5 مسائل وادي 4 مسائل، يبقى 9 مسائل يظبطوا لك البروف كويس، مع طبعا الفيديو بتاع الميديان والفيديو بتاع السيرم 3. يبقى في مسائل هنا كان ممكن ما كنتش قلتها هنا. يعني حاول تجمع بقى الفيديوهات مع بعض وتتفرج عليها. بص يا حبايبي، بيقول لي بروف ذات the length of any side in a triangle is less than، وانا كاتب كلمه less than باللون الاسود عشان تبقى باينه. عايز يثبت ان هو less than half the parameter، يعني السايد بيساوي اصغر من نص البارامتر. ايه يا مستر الكلام ده؟ عايز يثبت ان في سايد اصغر، اي سايد بيكون اصغر من نص البارامتر. طب بص يا حبايبي عشان افهمها لك، تعالوا نرسمها مع بعض وانت برضه في الامتحان ترسمها عشان تعرف تحل. انا هرسم تراينجل كده اهو، هنسميه مثلا ايه؟ بي سي او اي بي سي، مش هتفرق. طب مش احنا خدنا حاجه اسمها ترينجل انيكواليتي اللي هي الفك، اللي هي كانت بتقول ان مجموع اي سايدين اكبر من السايد التاني. يعني انت لو جمعت مثلا اي سي مع سي بي، البلس بتاع دول هيكون اكبر من ده. طب ولو جمعت الاثنين دول هيكونوا اكبر من ده. طب ولو جمعت الاثنين اللي فوق هيكونوا اكبر من ده. طب ولو جمعت الاثنين دول اكبر من ده. طب هو عايز اكبر ولا اصغر؟ هو عايز اصغر. طب اقول لك على فكره حلوه بقى، طالما هو قال اصغر يبقى احنا مش هنقول بقى ان المجموع بتاع دول اكبر من ده، هنقول ان ده اصغر من المجموع بتاعه. يعني عارفين ان ايه؟ كنا بنعمل السم بتاع 2 سايدز بيكون اكبر من الثيرد سايد. طب لو انا عكست وبدات الاول بكلمه الثيرد سايد، يبقى اقول ان الثيرد سايد اصغر من السم. طب يا جماعه المساله دي موجوده في كتاب الشيت، لو انت معاك كتاب الشيت بتاع المعاصر موجوده، بس موجوده بصيغه زي بيقول لك بروف ان الاي بي اصغر من نص البارامتر. بص بيقول لي بروف، انا هكتبها لك ايه؟ ان الاي بي اصغر من هاف البارامتر. هي مكتوبه في كتاب المعاصر في اخر شيت في شيتات الجيومتري. هات كده كتاب المعاصر اللي هو ستيب باي ستيب، هات اخر شيت اللي هو شيت 9 في الجيومتري، هتلاقي اخر شيت هو راسم لك الرسمه دي كده وبيقول لك اثبت ان الاي بي اصغر من نص البارامتر. على فكره دي هي دي، بس هنا مكتوبه بالالفاظ. هنا راسم لك ترينجل وبيقول لك اثبت ان دوت اصغر من نص ايه؟ البارامتر. طب بص يا جماعه، مش هو عايز يثبت اي بي؟ هو هنا بيقول لك ايه؟ اني سايد. بيقول لك بروف ايه؟ بروف ذات يعني يثبت ان ذا لينس يعني الطول اوف اني سايد، يعني الراجل بيقول لك اي سايد ما حددلكش سواء ده او ده او ده يكون اصغر من نص البارامتر، ليس ذان هاف اوف ذا بارامتر. طيب تعالى مثلا نمشيها زي اللي في الشيت، ان احنا عايزين نثبت مثلا ان الاي بي اصغر من نص البارامتر. تعمل ايه بقى حضرتك؟ تبدا البروف دايما بالاي بي. فهو لو عايز اي سي ابدا بالاي سي، لو عايز بي سي ابدا بالبي سي. انا هكتب البروف اهو. يبقى الرسمه دي هي دي بالظبط. هقول له ايه بقى؟ هو لو جابها لي مكتوبه هترسم الرسمه وتحلها على الرسمه. هو لو جابها لي مرسومه هنحل على الرسمه على طول. هنقول هنا ايه؟ هتبدا بالاي بي. هو الاي بي دوت يا جماعه ايه نظامه؟ لو انا قارنته بمجموع الاثنين دول هيكون اكبر من مجموعهم ولا اصغر؟ المفروض السايد الثاني بيكون اصغر من المجموع. يبقى انا هقول ايه هنا؟ هقول سينس ان الاي بي
اصغر من البلس بقى، ده اصغر من مجموع الاثنين دول، مجموع الاي سي والبي سي، اللي هو هنا كده الاي سي بلس البي سي. يبقى دلوقتي بقول ايه؟ انا ماشي على التراينجل انيكواليتي اللي هي الفاكت اللي بتقول مجموع اثنين بيكون اكبر من الثالث. انا هبدا بالثالث، اقول ان الثالث اصغر من المجموع. شايف الجمله الجميله دي؟ تعمل ايه بقى؟ تقول انا همسك الجمله دي، لو انت زودت هنا 5 وهنا 5 مش يفضل ده اكبر؟ بص يا جماعه انا اديت لك اكزامبل كده، لو اديتك مثلا ان ال 10 اصغر من ال 15، لو انت زودت على 10 دي هنا 2 وهنا 2 مش يفضل برضه ده اصغر من ده؟ طب لو زودت 3 هيفضل ده اصغر من ده، لان انت بتزود نفس الحاجه. طب انا عايز اخد الجنبين دول عشان احافظ على نفس اتجاه العلامه، هزود هنا وهنا نفس الحاجه. طب عارف هنزود ايه؟ هنزود اللي انت بادئ بيه ده اللي هو الاي بي، يبقى انا هقول له كده ادنج اي بي، هنزود اي بي هنا وهنا. طب بص ايه اللي هيحصل؟ هنقول بقى زن. بص يا حبايبي دي اسمها اي بي صح؟ لما انت تزود عليها بلس اي بي كمان هتبقى اي بي بلس اي بي، يبقى هيديني هنا 2 اي بي. عشان ازود اي بي ازود عليها اي بي كمان هتبقى 2 اي بي وانزل علامه اهي. طب الاثنين دول لما انا ازود عليهم كده اقول بلس اي بي، عارف ايه اللي هيحصل؟ هيبقى اي سي بلس بي سي بلس اي بي. بص هتبقى كده، هتبقى اي سي بلس بي سي بلس اي بي. طب انا بدات هنا بمين؟ بالاي بي، قلت ان الاي بي اصغر من المجموع دول ورحت مزود اي بي هنا واي بي هنا. طب افرض واحد بدا بالاي سي، افرض عايز يثبت ان الاي سي هو اللي اصغر من نص البرامتر، يبقى تكتب هنا اي سي اصغر من مجموع الاثنين دول وتزود هنا اي سي وهنا اي سي. طب قال لك لا، اثبت ان البي سي هو اللي اصغر، البي سي هو اللي اصغر من نص البرامتر، يبقى هتبدا بالبي سي وهتقول ان هو اصغر من ايه؟ البي سي اصغر من مجموع الاثنين دول وتزود هنا بي سي وهنا بي سي. يبقى الحاجه اللي انت بتبدا بيها اللي هو عايزها تبدا بيها في الانيكواليتي، وانت بتكتب الانيكواليتي تبدا بالحاجه اللي هو عايزها. هو قال اي بي يبقى انا هبدا بالاي بي، والخطوه الثانيه لما تزود في الجنبين تزود الاي بي. فلو قال لي عايز اي سي يبقى هبدا بالاي سي وازود هنا اي سي واي سي. لو قال لي بي سي هبدا بالبي سي واقول اصغر، البي سي اصغر من المجموع دول، وفي الحاله دي ازود هنا بي سي وازود هنا بي سي. بص يا جماعه في ميزتين هستفاد منهم، عارف ايه الميزتين دول؟ ان انت لما زودت هنا اي بي على اي بي ينفع يجيبها لان هم بقوا اونلاين شبه بعض. الاي بي والاي بي يديك 2 اي بي. الميزه الثانيه بقى، ما انت لو كنت زودت هنا حاجه غير الاي بي ما كانش هينفع تجيبهم. يعني لو زودت مثلا اي بي جمعت عليها بي سي مش هعرف اجمعهم. طب لو الاي بي دي جمعت عليها اي سي مش هعرف اجمعهم. فاهمين؟ فانا بحب ازود نفس الحاجه، هتخدمني هنا وهتخدمني هنا. الخدمه دي هتساعدني فيها انا، عارف ايه هي؟ ان الاي بي والاي بي شبه بعض، لما يجيبوا يديني ايه؟ برتقانه بلس برتقانه يديني 2 برتقانه. يبقى خدمتني هنا ان الاثنين لايك فينفع يتجمعوا. الخدمه بقى الجميله اللي هتسببها لي هنا ايه؟ ان انت لما تحط هنا اي بي مع الاثنين دول هتلاقي كده اصبح الثلاث سايدات بتوع الترينجل هيبقى اي سي بلس بي سي بلس اي بي. طب ما الثلاثه دول ممكن اشيلهم واقول بدلهم البارامتر بتاع الترينجل كله. يبقى انا هقول هنا كده بقى يبقى زين، هنزل دي زي ما هي ال 2 اي بي، هقول اصغر من ايه بقى؟ الثلاثه دول لما يتجمعوا هقول بدلهم البارامتر بتاع الترينجل. طيب هنا في 2 اي بي، تيجي نخلص من 2، عارف نخلص منها ازاي؟ نعمل ده كده اوفر 2 وده اوفر ايه، كل ده كده اوفر 2. طب لما اعمل ده اوفر 2 دي هتتشطب مع دي، يقول يبقى زين الاي بي اصغر. البارامتر لما يتقسم على الاثنين يبقى كانك بتقول الهاف يتضرب في البارامتر. ما يعني ايه البارامتر تقسمه على الاثنين؟ يعني نص البارامتر. طب حد واخد باله من حاجه؟ انا اثبتت اللي هو عايزه اهو، ان السايد اصغر من نص البارامتر، السايد اصغر من نص البارامتر. فهمناها؟ مساله ثانيه هنا بيقول لي اثبت ان اي بي اكبر من اي سي. انا سبق قبل كده وقلت ان اي رسمه زي كده لما يثبت ان ده اكبر من ده بنجيب الانجلات اللي غايبه. هو عايز يثبت ان في سايد اكبر من سايد. طب احنا قلنا لما يقول اي بي مش الترنج اسمه اي بي سي؟ بصوا الترنج اسمه اي بي سي. هو لما يقول لي اي بي يبقى الحرف اللي غايب من هنا السي. طب لما يقول لي اي سي
يبقى الحرف الغايب من هنا ايه؟ البي. ها هو عايز ايكوال ولا اكبر؟ عايز اكبر. عارف بقى ايه اللي هيحصل؟ البروف اللي انا هكتبه هنا هيبقى اخر خطوتين فيه ان سينس ان سي اكبر من بي يبقى زن الاي بي اكبر من اي سي. ده هيبقى الفينش بتاع اللي تحت. ايه ده؟ يعني هو عايزك تثبت ان اي بي اكبر من اي سي، انت يا مستر سبت الحاجه اللي هو عايزها وهتجيب حاجه ثانيه؟ انا مش هثبت ان اي بي اكبر من اي سي، انا هثبت ان الاي بي الانجل بتاعتها سي، والاي سي الانجل الغايب اهو اي سي يبقى الغايبه منها بي، والاي بي الغايبه منها سي. هثبت ان الميجر سي اكبر من ميجر بي، لان مجرد ان ميجر سي اكبر من ميجر بي يبقى السايد اللي اسمه اي بي اكبر من السايد اللي اسمه اي سي، والخطوتين دول هيبقوا هم الفينش بتاع اللي تحت. طب سامع واحد شاطر بيقول لي مستر يبقى احنا كده لازم نعرف السي بكام والبي بكام الميجر بتاعهم. طب بصوا يا جماعه، مش دي كده ستريت انجل؟ المفروض الستريت انجل كلها ب 180. فلما احب اجيب دي اقول 180 ماينس 150 هتطلع الانجل دي بكام؟ هتطلع دي ب 30. شطار. طب ما دي يا مستر كلها 180 ستريت انجل ماشيه كده، دي كلها 180. طب لما دي 180 دي خدت منها 100 بخمسه، يقول 180 ماينس 105 هتطلع دي 78. ملاحظ حاجه؟ ان السي طلعت 75 والبي طلعت 30. مين اكبر؟ مش كده السي اكبر من البي؟ السي اكبر من البي، يبقى معنى كده ان الاي سي اكبر من الاي سوري الاي بي اكبر من الاي سي. يبقى البروف عباره عن ايه بقى؟ انا هبدا الاول بالانجل دي. اول سنس ايه بقى؟ اول سنس ان الميجر بتاع دي كلها 180. بصوا اول سنس ان ميجر كذا ايكوال 180. مين كذا بقى اللي ب 180؟ الستريت انجل دي اتقال بثلاث حروف، اقول دي بي سي او سي بي دي، انك بتمشي على الخط عدل. يبقى اقول دي بي سي، ان الدي بي سي دي كلها 180. يبقى زين انت عايز تجيب مين؟ عايز اجيب البي دي، ممكن نقول بي وخلاص. ممكن اقول البي اهي ايكوال ايه بقى؟ 180. هنقص منهم. على فكره انا هقول بي وخلاص عشان المكان ضيق. اصل هو معروف انت هتجيب البي دي يعني. هو المفروض نقولها بثلاث حروف، نقول اي بي سي، بس انا هقول بي وخلاص نسهل عليكم. عشان كده المكان يقدر. اقول ايه بقى؟ دي كلها 180 اهي. هشيل منهم 150 هتطلع ايكوال 30 ديجري. يبقى انا جبت دي ب 30. بعد كده هعيد نفس الخطوه دي بس على الستريت انجل دي. اقول سينس ان ميجر كذا هي كمان 180، بس كذا دي بقى اللي هي الانجل دي كده، اللي هو الخط اللي ماشي عدل ده. باستخدام القلب بتكتب الثلاث نقط جنب بعض كانهم خط عدل. اقول اي سي اي دي كلها 180. طب اقول يبقى زين انت عايز تجيب الحته اللي فوق دي بكام؟ هنقول عليها سي وخلاص. هنقول ميجر انجل سي اي. لو عايز تقولها بثلاث حروف هتقول اي سي بي. طب اقول ايكوال ايه بقى؟ 180 هنعمل ماينس 105 اهي. 180 ماينس 105 هتطلع ايكوال 75. يبقى دي طلعت كام يا شباب؟ دي طلعت 30 ودي طلعت 75. حد واخد باله؟ ال 75 اكبر ولا ال 30؟ طبعا 75. ال 75 اللي هي مين؟ السي. اكبر من ال 30 اللي هي مين؟ البي. اقول له اهو. اقول له سنس ان سي طلعت اكبر من بي يبقى زين السايد ده اكبر من السايد ايه؟ ده. انا همسح الحته دي كده. هقول بقى سنس ايه؟ الفينش بقى بتاعي. هحتاج اخر خطوتين هيبقوا هم دول. اقول له بقى سنس ان السي اللي هي 75 طلعت اكبر من مين؟ يبقى زين هي السي مين اللي قصادها؟ لو شلت حرف السي يبقى اللي قصادها اي بي اللي هو ده. اقول يبقى زين اي بي اكبر، لما نشيل حرف البي يبقى اي سي. بس طبعا في حاجه هنا ما ينفعش انت كاتبه ده، ما ينفعش تقول لي سي اكبر من بي، لازم تكتب ميجر انجل. يعني اقول هنا كده ميجر واحط دي في قوسين، واقول هنا كده ميجر واحط دي في قوسين، كده يبقى احنا خلصنا المساله اللي بعديها. تعال نشوف المساله اللي جايه دي. انا شرحت لكم الفكره دي قبل كده بنراجع عليها. هو باين لي فايند ايه؟ بص يا جماعه، مديني واحد ايكولاترال وواحد ايسوسيلز. حد فاكر كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ايكولاترال انجل، الايكولاترال ترينجل كل انجل فيه ب 60. يعني دي 60 ودي 60 ودي 60. ان انا قسمت ال 180 كلهم على الثلاثه يبقى دي 60 60 60. طيب بعد كده امسك الترينجل ده ايسوسيلز. في واحده ب 90
طب ما طالما دي 90 وهو ايسوسيلس يبقى المفروض ان دي قد دي. طالما سايد قد سايد يبقى انجل قد انجل. طب اجيبهم ازاي؟ اقول ال 180 كلها هنقص منها 90 يتبقى 90 اقسمهم على الاثنين يبقى كل واحده 45 45. ها انا هكتب الارقام على الرسمه. احنا قلنا ده ايكولاترال يبقى كل واحده ب 60 60 60. هنا الترينجل ده دي ب 90 اقول 180 ماينس 90 يديني 90. ال 90 لما اتقسم على الاثنين يبقى دي 45 ودي 45. عامة في المسائل اللي زي دي بيطلب ايه؟ يا اما بيقول لك هات لي الميجر بتاع دي كلها يا اما هات دي كلها. عايز تجيب دي كلها تجمع ال 60 وال 90 60 بلس 90. لو عايز تجيب دي كلها هتجمع ال 60 مع ال 45. هو عايز مين؟ عايز A C D A C D، عايز اللي من فوق دي كلها. يبقى اجمع 45 بلس 60. طبعا ده هيطلع كام؟ هيطلع 105 105. طب تيجي نكتب البروف بقى. انا هبدا الاول بالايكولاترال ترينجل. كنت بقول لك لما يقابلك ايكولاترال ترينجل هتقول ايه؟ هتقول سنس ان الترينجل دوت ايكولاترال. لا اما لو مش عايز تكتب كلمه ايكولاترال تقول سنس ان ده ايكوال ده ايكوال ده عادي. هتقف في السؤال تلاقي لك ان دول ايكوال بعض. فتلاقي لك ان ده ايكوال ده ايكوال ده ايكوال ده. هتلاقي لك ان الاربع خطوط دول قد بعض. مالكش دعوه بالرابع دلوقتي. خليك ان ده ايكوال ده ايكوال ده. انا اقول هنا ايه؟ هتقول سنس ان البي دي ايكوال الدي سي. طبعا اكتبهم باي ترتيب يعجبك. ايكوال البي سي. يبقى زن ايه يا شباب؟ يبقى زن each angle equal 60 عشان ده كده equilateral triangle. خلصت يبقى كل واحده من دول ب 60. انقل بقى على المثلث الثاني. المثلث الثاني انت قلت هنا ان الثلاث سايدات قد بعض يبقى الثلاث انجلات قد بعض وكل واحده ب 60. هنا بقى مش الثلاث سايدات قد بعض، هنا سايدين قد بعض اللي هم البي سي والبي اي او الاي بي والبي سي. فاقول سينس ان الاي بي ايكوال مين؟ بي سي. ايه ده في سايد ايكوال سايد يبقى زن ايه؟ ان في ميجر انجل هيساوي ميجر انجل. ميجر مين؟ دي اسمها ايه؟ طب ودي اسمها ايه؟ ممكن نقول سي وخلاص. هنقول يبقى زن ميجر انجل ايه هيساوي ميجر انجل سي. واجيبها ازاي في خطوه واحده؟ انا معلمكم. بتقول 180 ماينس 90 اللي هي دي واللي يطلع تقسمه على الاثنين تقوم طالعه لك كام؟ 45 ديجري. انت كده زي الفل. جبت لي ان دي ب 60 وجبت لي ان دي 45. هو عايز ايه بقى؟ عايز دي 45 دي 45. هو عايز اي سي دي يبقى اجمع دي بلس دي. يبقى الفينش بتاعي انا بقى يبقى زن الميجر بتاع اي سي دي اللي هو عايزها ايكوال اجمع 60 بلس 45. بالكالكوليتر او بمخك تطلع 105. وكده نبقى احنا خلصنا الاكزامبل. اخر اكزامبل بقى. ها لما قال لي رتب الرينج عايز نرتب ascending يعني تبدا من الصغير او ascending يعني تبدا من الصغير. طب عايز نرتب ايه يا جماعه؟ الانجلز. بص يا جماعه السؤال ده اساسي بيجي في الامتحان. ولو جه في الامتحان يبقى ربنا بيحبك. سؤال هديه ده بيخلص في خطوتين. اقول ايه هنا بقى؟ اقول ايه؟ هو عايز نرتب الانجلز. انا مش هرتب الانجلز، انا هرتب السايدز. ايه ده يا مستر؟ هو لما يجي يرتب انجلز انا هرتب الايه؟ السايدز. ولما ارتب السايدز هترتب لي الانجلز. طب قال لي رتب السايدز انا اروح مرتب الانجلز. وبعد ما ارتب الانجلز تجيب لي السايدز. طب بصوا يا جماعه هنرتب السايدز دي هنرتبهم ascending يعني من الصغير للكبير. اقول اهو سينس. بص على الثلاث سايدات دول. اصغر واحد ال5 ولا ال7 ولا ال6؟ اصغر حاجه ال5 اللي هي اسمها اكس واي. يقول له سينس ان اكس واي اصغر. ها الخمسه مين اللي بعدها على طول؟ السته وبعدين السبعه. يبقى اصغر من اكس زد. وبعدين راح قايل اصغر من مين بقى؟ من واي زد. على فكره المساله خلصت خلاص، هي بتخلص في خطوه ايه؟ اقول له سينس ان الاكس واي اصغر من اكس زد اصغر من واي زد، ان ده اصغر من ده اصغر من ده. يبقى زن ايه بقى؟ هات الانجلات اللي غايبه. يبقى في ميجر انجل كذا اصغر من ميجر انجل كذا اصغر من ميجر انجل كذا. يبقى انت خلصت المساله. طب مين انجل غايبه؟ احنا قلنا الترنج اسمه اكس واي زد. لما يكتب لي اكس واي يبقى الحرف الناقص من هنا مين؟ الاكس واي. يبقى الحرف الناقص من هنا زد. طب لما يجي لي اكس زد يبقى الحرف الناقص من هنا الواي. طب لما يجي لي واي زد يبقى الحرف الناقص من هنا اكس. يبقى اقول له زين ميجر زد
اصغر من ميجر زد اصغر من واي اصغر من الاكس. طب قبل ما نقفل الفيديو بس حاجه سريعه كده، العكس بتاعها افرض ان هو اداني ترينجل كده، بصوا ترينجل مساله من عندنا بقى سريعه كده اي بي سي، قال لك ان ميجر A ب 50 وميجر B ب 60 وقال لي arrange sides وقال لي descending. عادي انت هنا رتبت ايه؟ هو كان عايز نرتب انجلات، انا رحت مرتب صيدات والصيدات طلعت الانجلات. هنا العكس، عايز نرتب الصيدات هرتب انا الانجلات. بص بقى انا هعمل ايه؟ اخر مساله بقى عشان يبقى الايه؟ احنا كده لمينا الموضوع على قد ما نقدر. هنا بقى في حركه هتزيد، انت دايما نفس الخطوتين دول، بس هتبدا بالانجلات وبعدين تستنتج الصيدات. بس في مشكله يا جماعه في الانجلات، ايه هي؟ ان في 2 انجل والثالثه مش موجوده، ففي خطوه بنزودها. بيقول ايه؟ بيقول since ان sum of angles of triangle equal 180. ايه ده يا مستر انت عملت الخطوه دي ليه؟ عشان في انجل 50 وانجل 60 انا محتاج اجيب الانجل الثالثه. طب مين الثالثه بقى؟ دي اسمها A ودي اسمها B، يبقى اللي ناقصه اسمها C. اقول يبقى زد ميجر C equal 180 ماينس وافتح قوسين اجمع جوه قوسين التو انجلز اللي موجودين عندي اللي هي ال 50 وال 60. هتطلع بالكالكوليتر 70 ديجري. ايه ده؟ انا زودت خطوتين، على فكره هو نفس البروف ده بس ازود بس خطوتين ان انا احسب الانجل الثالثه بكام. قلت سينس ان السم اوف انجل اوف ترينجل او ترينجل اهو يا جماعه ارسمه لك اهو. في ترينجل اهو اسمه مثلا A B C. لما يقول ان الاي ب 50 وان البي ب 60 انت ما تعرفش السي بكام، فلازم تجيب السي. انما في الصيدات كان مديني 3 صيدات فما بحتاجش خطوات اضافيه. فانا جبت السي ازاي؟ قلت 180 ماينس مجموع الاثنين دول، طلعت السي بكام بقى؟ ب 70. هو عايزك ترتب السايدز، انا مش هرتب سايد. هنا كان عايز نرتب انجل، رحت انا مرتب سايدز والسايدز طلعوا الانجل. هنا بقى انا هرتب ايه؟ هو عايز نرتب سايدز، انا مش هرتب سايدز، انا هرتب الانجلز. دي طلعت 70. هرتب الانجلز وبعد ما ارتب الانجلز تجيب السايد، يعني عكس الخطوه ايه؟ دي. معايا يا شباب؟ طب في حد مثلا ما بعرفش افرق بين السايد والانجل، اقول لك تفرق ما بينهم ازاي؟ السايد بيتكتب بحرفين، انما الانجل بتتكتب بحرف واحد، واوقات الانجل بتتكتب ب3 حروف. بص ايه ده؟ يبقى انا لما اشوف 3 حروف يبقى دي انجل، طب حرف واحد يبقى انجل، طب ولو شفت حرفين يبقى ده سايد، حرفين سايد، انما دي حرف واحد انجل، حرف واحد انجل. فانت هنا رتبت السايدات، عرفت ازاي دول سايدات عشان حرفين حرفين حرفين، ومن السايدات جبنا الانجلات. هنا بقى هنرتب الانجلات. طبعا الترينجل قدامي اهو، هو عايز نرتب ديسندنج يعني تبدا من الكبير، يعني قلنا اسندنج نبدا من الصغير، يعني نبدا من الكبير. اكبر واحده فيهم ال 50 ولا ال 60 ولا ال 70؟ ال 70 اكبر واحده، بس مش هنقول 70 هنقول الميجر بتاعها. فاقول له هنا سنس ايه بقى؟ هعمل خطوتين زي دول، اقول سنس ان ميجر كذا اكبر، بص احنا بنقول اصغر، هقول له اكبر من ميجر كذا واكبر من ميجر كذا. هنكتب الانجلز الاول يا شباب. مين اكبر واحده فيهم؟ هم الثلاثه. ال 70 اللي هي اسمها السي اللي انت جبتها، يقول له السي. طب ال 70 مين اللي بعدها على طول؟ ال 60 اللي هي البي. واصغر واحده بقى فيهم خالص الايه اللي هي ال 50. انت كده رتبت الانجلز. من الانجلز بقى تجيب السايز، هتقول يبقى زد في سايد اكبر من سايد اكبر من سايد. طب نجيبهم ازاي؟ الحرف الناقص السي يبقى ناقص A B. سامع حد شاطر بيقول لي مستر كده يبقى ناقصين السي، يبقى اما نشيل السي من التراينجل، لما نشيل السي يتبقى A B. طب لما نشيل البي يتبقى A C، يبقى البي هيبقى قصادها A C. طب لما نشيل الاي هيتبقى قصادها بي سي. وابقى انا كده خلصت مسألتي، رتبت الصيدات بس بعد ما رتبت الانجلات. هنا رتبت الانجلات بس بعد ما رتبت، يعني هو لما يقول لك رتب حاجه سيبها انت ورتب الثانيه. اتمنى تكون ربنا كرمنا ووفقنا في البروف النهارده. لازم تتفرج على الفيديو، تعيد كل مساله تحلها غايبا في البيت لوحدك، توقف الفيديو تحلها وتتفرج عليها.
ما تنساش تشترك في القناه، تعمل سبسكرايب، تفعل الجرس، وتعمل لايك على الفيديو وتعمل له شير عشان كل زمايلك يستفادوا. انتظروني تاني اعدادي ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، واتمنى مراجعه الزميل تكون عجبتكم. باي باي سنه تانيه مع بريب 2 تاني اعدادي. لمين بقى مسائل البروفات على قد ما نقدر عشان اللي عنده مشكله في البروف تنتهي معاه الموضوع. اول حاجه لازم تمسك كراسه وتفتح وتكتب معايا خطوه بخطوه، كل مساله تكتبها خطوه بخطوه، وبعد ما نخلص المساله تعمل ايه؟ توقف الفيديو وتحلها تاني لوحدك. خلصت تخش على الثانيه برضه نفس الكلام، تحلها تقرا تشوفها الاول تتفرج عليها بعدين توقف الفيديو وتحلها لوحدك. لو ما عملتش كده مش هتبقى كويس في البروف. اوكي؟ بص هنا مساله مديني رسمه شكل كوادريلاترال اهو شكل رباعي، وبيقول لي اثبت ان بي اي دي اكبر من بي سي دي. انا ماليش دعوه بكل الكلام ده، ده بص على الحرف اللي في النص هنا والحرف اللي في النص هنا. هنا الحرف اللي في النص A وهنا C. امسك ال A وال C اوصلهم ببعض، ادي A و C، اوصل ال A بال C كده. ونرقم بقى الانجل، نسمي دي 1 2 3 4 او نسمي 1 2 3 4 اي تسميه انت عايزها. المهم ان الاربع حتت دول هم اللي هيتسموا. اسمي مثلا دي 1 دي 2 دي 3 دي 4. تمام؟ بعد كده ببدا اقسم الصفحه بتاعتي نصين. بقول هنا ان تراينجل كذا وهنا ان تراينجل كذا. انا هشتغل مرتين في المثلثين. انت مجرد ما عملت خط كده الرسمه اتقسمت 2 تراينجلز. ها نبدا مثلا بالتراينجل اللي فوق وبعدين اللي تحت او العكس براحتك. طب انا عايز ابدا باللي فوق، اللي فوق اسمه A D C. يبقى اكتب كده A D C. طب عايز اشتغل على المثلث اللي تحت اقول A B C. بنعمل ايه يا شباب؟ واحده سنس وواحده زين، وهنا برضه واحده سنس وواحده زين. مساله مشهوره جدا وبتيجي دايما في الامتحانات. اقول له سنس ايه بقى؟ انت هتبدا بالمثلث اللي فوق ده الاول، اللي هو مثلا ده منقط كده اهو، ده الترينجل متنقط ده. هتعمل ايه بقى؟ هتشوف مين اكبر، الفور ولا الفايف؟ طبعا احنا شايفين الفايف اكبر من الفور، يبقى هنقول سينس ان الفايف اكبر من الفور، بس نكتبهم بالاسامي. الفايف دي بتعبر عن الدي سي، يقول سينس ان الدي سي اكبر اكبر من الفور. الفور هنا اللي هو اي دي. يبقى زن ايه؟ زن يبقى فيه انجل اكبر من انجل. طب في عدد ده مثلا ما بعرفش اجيب الانجلات، هقول له بص على الفايف، مش الفايف هي الكبيره، الفايف بص على ده والفور بص على ده. الفايف بص على ال1 والفور بص على ال3. اقول له يبقى ميجر انجل 1 اكبر من ميجر انجل 3. ميجر انجل 1 اكبر من ميجر انجل 3. بحاول اصبر بقى الخط، انتوا تبقى تعملوا زوم وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. يبقى هنا ميجر انجل 1 اكبر من ميجر انجل 3. هنسمي الجمله دي نمبر 1. طيب ننقل في المثلث الثاني، مين اكبر ال3 ولا ال7؟ طبعا ال7 اكبر. طب ال7 اسمه ايه؟ بي سي. يقول له سينس ان بي سي اكبر من ال3 اللي هو مين بقى؟ اللي هو الاي بي. اقول يبقى زين، شوف ال7 بص على مين وال3 بص على مين. ال7 بص هنا على الانجل دي وال3 بص على الانجل دي، يبقوا عاملين مقص كده. يبقى ال7 بتبص على انجل 2. اقول يبقى زين ميجر انجل 2 اكبر من ميجر انجل ال7 بص على 2 وال3 بص على 4، يبقى 2 اكبر من 4. وهنسمي الجمله دي نمبر 2. بعد كده نقول له from 1 and 2 by adding يطلع ايه؟ زين اللي هو عايزه. يقول له كده from 1 2 by adding، يعني هجمعهم يبقى زن ايه؟ زن ان ميجر كذا هيبقى اكبر من ميجر كذا، اللي هو طالبه في السؤال. لو كان عايز في السؤال بي اي دي، كان عايز بي اي دي اكبر من بي سي دي. وكده تبقى خلصت اول مساله معانا. فهمتوا المساله دي؟ المساله بقى الثانيه، المساله الثانيه دي يا جماعه اوقات بيديك الترينجل اللي من بره ده ايسوسيلس ويقول لك اثبت ان اللي من جوه ايسوسيلس. يديني اللي بره ده قد ايه؟ ده ويقول لي اثبت ان اي اكس بتساوي اي واي. عايز اي اكس قد اي واي. وهو قايل ان اي بي ايكوال اي سي. طب اوقات بيعكس يقول لي ان اي اكس ايكوال اي واي، يعني الاثنين اللي جوه دول قد بعض، ويقول لي اثبت ان اللي بره قد ايه؟ بعض. يبقى المساله دي بتيجي بمنظرين.
لا اما يديني اللي بره ايكوال ويقول لي اثبت ان اللي جوه ايكوال، او يديني ان اللي جوه ايكوال ويقول لي اثبت ان اللي بره ايه ايكوال. طب الحالتين بيتحلوا بنفس الطريقه. ايه هي نفس الطريقه؟ ان حضرتك بتمسك الترينجل ده والترينجل دوت تعمل فيهم حركه الكونجرنت بتاعت اولى اعدادي. طب انا هنقط كده مثلا الترينجل دوت كده والترينجل ده. التو تراينجلز دول لا هو التاني، هو هنا نلاحظ ان هو عامل على الاي بي شرطتين والاي سي شرطتين، هيقصد ان الاي بي قد الاي سي. وطبعا لازم اساسي يديك ان الحته الصغنطوطه دي قد الحته الصغنطوطه دي، يعني لازم يقول لك ان السي واي بتساوي الاكس بي. طب هو هيطلب ايه بقى؟ اداني اللي بره قد اللي بره، هيقول لي اثبت ان اللي جوه قد اللي جوه، اللي هو الاي اكس والاي واي، اهو عايز يثبت ده، يعني الاي اكس ايكوال اي واي. اوقات يعكس يديني ان الاي اكس ايكوال اي واي ويقول لي اثبت ان الاي بي ايكوال اي سي. طب يا مستر لو جاب العكس بنعمل ايه؟ نفس الكلام، تمسك الترينجل دوت ودوت تثبت ان هم كونجرنت. طب فاكرين صيغه الكونجرنت تعالى نفتكرها بتاعت اولى اعدادي؟ يعني احنا كنا بنقول سينس او كنا بنقول ان تو ترينجل ونكتب اساميهم كذا وكذا، ونقول سينس ونفتح قوس كبير نكتب فيه 1 2 3 نجيب 3 حاجات من هنا زي 3 حاجات من هنا، يبقى الترينجل دوت ودوت كونجرنت. وطالما هم كونجرنت دوت وده يبقى معنى كده ان الاي اكس هيساوي الاي واي. بس انا قبل ما اعمل صيغه الكونجرنت هسيب هنا مثلا 3 اسطر احتياطي للطوارئ، لو حبيت ازود حاجه في حاجه محتاجه تتكتب قبل الكونجرنت بكتبها. فانا اول حاجه هسيب هنا كده مثلا ايه 3 اسطر او 4 اسطر كده احتياطي، وبعد كده اعيد بقى ايه الصيغه بتاعت الكونجرنت ان تو تراينجلز واكتب اساميهم كذا وكذا. انا هوريك الصيغه فاضيه واروح قايل بقى ايه سينس، وبروح فاتح قوس كده ياخد 1 2 3، يعني لازم يكون في حاجه زي حاجه ايكوال حاجه ايكوال حاجه. طب بعد ما الشروط تتحقق بروح قايل يبقى زين ان الترينجل ده كونجرنت مع الترينجل ده، وبعد كده اروح قايل بقى زين اللي هو عايزه. دي يا جماعه الصيغه بتاعت الكونجرنت فاضيه. طب تيجي نشوف احفظها عشان لما تقابلك المساله دي تعرف تكتبها ازاي، او اي مساله تتحل بالكونجرنت بتتحل بالطريقه دي. طب بص يا حبايبي، اما يقول لي انتو ترينجل هنقول انهي ترينجل بقى؟ اللي على اليمين اللي على الشمال. اللي على اليمين اللي اسمه اي بي اكس وده اسمه اي سي واي، يبقى اكتب هنا كده اي بي اكس والتاني اي سي واي. طب اقول سنس ايه بقى؟ هات لي 3 حاجات في المثلث ده يكونوا زي 3 حاجات في المثلث ده. كلنا طبعا شايفين ان الاي بي ايكوال اي سي، يبقى اول حاجه اقول له اهو ان الاي بي ايكوال اي سي. دي اول جمله، لازم تجيب 3 حاجات زي 3 حاجات. الاي بي ايكوال اي سي. شايفين ايه كمان؟ انا شايفه حاطط هنا كده علامه كروس وهنا علامه كروس، يعني يقصد ان الحته دي قد الحته دي. اقول يبقى بي اكس ايكوال سي واي. طب ايه بقى النقطه الثالثه؟ مش لاقيينها، وعلى فكره انت مش هتلاقي الثالثه. فين الثالثه؟ هو قال لي ان ده ايكوال ده وقال لي ان ده ايكوال ده، مش لاقي حاجه ثالثه. عارف الحاجه الثالثه ايه بقى؟ احنا مش كنا بنقول لو في سايد ايكوال سايد يبقى في انجل ايكوال انجل؟ يبقى الحاجه الثالثه هنا انك هتقول مش ده قد ده، يبقى هتقول ان ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل سي. يبقى له هنا كده ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل سي. طيب يبقى ده قد ده والسايد الصغنطوط اللي تحت ده قد الصغنطوط ده والبي والسي قد بعض، يبقى اقول له زين ان الترينجل الاولاني كونجرنت مع الترينجل الثاني. الاولاني اسمه اي بي اكس، اقول له كونجرنت مع مين بقى؟ مع اي سي واي. بدله من الكتابه اللي انا كاتبها فوق دي. طب يا جماعه لما يكون الترينجل دوت ودوت كونجرنت، مش ده يبقى معناه ان الاي واي قد الاي اكس اللي هو كان عايز يثبته. هو كان عايز ان اي اكس ايكوال اي واي، اقول له يبقى زين اي اكس ايكوال اي واي، وكده تبقى المساله بتاعتي خلصت. طب يا مستر انت سبت سطور هنا محتاجها؟ محتاجها. عارفين محتاجينها في ايه؟ انت اول حاجه الاي بي ايكوال اي سي. انت عارف ازاي ان الاي بي ايكوال اي سي؟ هتقول لي يا مستر والله هو اللي قال لي، هو اللي قال لك ان الاثنين دول قد بعض. اقول لك طب خلاص كده براءه. طب عرفت ازاي ان بي اكس ايكوال سي واي؟ هتقول لي برضه يا مستر والله هو اللي كان قايل ان دي قد ايه؟ دي. يبقى دي برضه براءه مش محتاجه اثبات. طب اقول لك عرفت ازاي ان ميجر بي ايكوال ميجر سي؟ انا ما قلتلكش اصلا ان البي قد السي، يبقى دي لازم تثبتها بقى. يبقى السطور اللي فوق دي هثبت فيها الجمله الثالثه دي ان البي والسي قد بعض. طب بثبتها ازاي؟ كنا بنقول لو في سايد ايكوال سايد يبقى في انجل ايكوال انجل. يبقى انا لما اجي اكتب اقول له سينس ان الاي بي ايكوال اي سي يبقى زين ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل سي. يبقى الاربع اسطر مش هعوز منهم غير سطرين 2 بس.
هقول ايه بقى؟ هقول كده سينس ان الاي بي ايكوال اي سي ده قد ده، يبقى زين ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل سي. وكده يبقى البروف بتاعك اكتمل. في ناس بتعمل كونجرنت وبتنسى تثبت الحته دي، بلاش، خلي البروف بتاعك يبقى كامل. طب انا بعرف ازاي؟ بنسيب سطرين ثلاثه فوق كده سبير احتياطي، وبعدين نبدا نكتب الايه؟ الكونجرنت بتاعنا، وبعدين نبدا ندقق في الثلاث نقط دول. الحاجه اللي موجوده اوكي مش محتاجه اثبات، انما لو حاجه مش موجوده في المساله لازم تثبتها. خلصنا الاولى، الثانيه معانا سنه ثانيه. المساله دي ممكن يعمل فيها تغيير، ايه هو التغيير ده؟ ان بدل ما يديني دول قد بعض، انا همسح كده اهو الحركه دي، ويديني بدلهم ايه بقى؟ يديني بدلهم الانجل اللي فوق دي قد الانجل اللي فوق دي. يعني ده جه في الامتحان بتاع التوجيه بتاع اكتوبر بتاع نوفمبر. جاب لكم المساله دي، بس قال لك ان اللي فوق دي واللي فوق دي قد ايه؟ بعض. هو طلع نوفمبر يا شباب جاب لكم ايه؟ جاب لكم نفس الرسمه دي، بس بدل ما يقول لك ان الجزء ده قد الجزء ده، حط لك نقطه هنا ونقطه ثانيه، الانجل دي قد الانجل دي. طب ايه اللي هيحصل؟ نفس البروف هيتكتب، وبرضه تقول ان اي بي ايكوال اي سي يبقى بي ايكوال سي. عارف ايه اللي هيتغير؟ انا همسك الاستيكه، النقطه الثانيه دي هتتغير، ان بدل ما تقول بي اكس ايكوال سي واي، لا دي مش موجوده. هتمسحها وعارف هتقول بدلها ايه؟ هتقول بدلها ان الانجل دي قد الانجل دي. طب لو انت مش عايز تكتب الانجل بثلاث حروف، دي اسمها بي اي اكس، ودي اسمها سي اي واي. مش عايز تكتبها بثلاث حروف، ممكن تسمي الانجل دي 1 والانجل دي 2، وتروح قايل هنا ايه الجمله الثانيه؟ تقول ان ميجر انجل 1 ايكوال ميجر انجل 2 بس. يبقى كان انا شلت، بدل ما هو يقول لي دي قد دي، لا بدلهم لي، قال ان الانجل اللي فوق قد الانجل بتاعتي. يبقى ده التغيير اللي يحصل، والبروف كله يمشي زي ما ايه؟ ما هو. طب هنا بقى الرسمه دي، لو انت بتتفرج على القناه تابعها، هتلاقي في درس نزلته بتاع الميديانز، درس الميديانز شرحت فيه المساله دي، وبعد كده في فيديو تاني نزلته بتاع ثيرم 3 شرحت فيه المساله دي، اللي هي بتاعت 90 و30 وميديان، و90 اللي هي 90 وميديان و90 و30. هنا اي بي سي، النقطه دي اسمها دي. في 90 وميديان وفي 90 و30، وفي الحته بتاعت اولى اعدادي. طب والجزء ده في الدرس بتاع ثيرم 3، انا حاطط المساله دي في البروف بتاعه، لو انت عايز تتفرج عليها يبقى شوفها في الفيديو بتاعه. ودي انا حطيت واحده زيها في الدرس بتاع الميديان. طب يلا مع بعض المساله الثالثه. ها بيقول لي اثبت ايه هنا بقى في المساله؟ بيقول لك اثبت ان ده، انا نسيت اكتبها دلوقتي. اثبت ان بي دي ايكوال اكس واي. عايز يثبت ان بي دي، ممكن تكتبها في الحته دي كده، ان بي دي ايكوال اكس واي. عايز يثبت ان بي دي ايكوال اكس واي. طب احنا بنشتغل مرتين، مره في المثلث اللي فوق بشتغل على الجزء بتاع اولى اعدادي، مره في المثلث اللي تحت بشتغل على الجزء بتاع ثاني اعدادي. المساله دي مساله مركبه معتمده على جزء فيها نص فيها بتاع اولى اعدادي، نص بتاع ثاني اعدادي. بصوا معايا كده، لو انا حبيت ابدا بالمثلث ده، هقول ان دي 90 وده ميديان، يبقى ده نص ده اللي هي 2 سنس وواحده زن. لو حبيت تشتغل هنا بيقول واحده سنس واثنين زن بتاعت اولى اعدادي. فانا اقول سنس ان الاكس والواي ميد بوينت اوف كذا وكذا، يبقى زن اكس واي بارلل اي سي، وزن تاني اكس واي ايكوال هاف اي سي. يبقى انا اشتغل دلوقتي مرتين. نبدا بأنهي مثلث؟ ممكن نبدا بتاع اولى اعدادي الاول. طب هقول ايه بقى؟ هقول كده ان تراينجل. هشتغل في المثلث اللي فوق ده كده، اللي هو ماشي كده كده كده، عملت لك باللون الاسود اهو. تراينجل اي اي سي او اي سي اي، مش هتفرق. هقول واحده سنس واثنين زن. اقول سنس ايه بقى؟ اكس كوما واي ميد بوينتس اوف ايه بقى؟ انت قلت ايه الاول؟ قلت الاول اكس وبعدين واي. الاكس دي تعتبر الميد بوينت بتاعت مين؟ الاي اي. هنا اي اي. طب والواي الميد بوينت بتاعت الاي سي، يبقى هنا الاي سي. وانت غالبا هتلاقيه هو كاتب الجمله دي في المساله، فممكن تنقلها منه. بيقول واحده سنس واثنين زن. ادي زن
وادي زد. بعمل ايه بقى يا شباب؟ بمسح القيمه دي والحم الحرفين دول في بعض، يقول اكس واي اكس واي. يبقى انا لقيت القيمه ولحمتهم، مره هقول بارلل ومره هقول ايكوال هاف. هي الاكس واي ده بيبقى بارلل مع مين؟ كنا بنقول بارلل تو ذا ثيرد سايد اند ايكوال هاف ايتس لينث. ده بيكون بارلل مع ده وده نص ده. يعني لما اقول له اكس واي بارلل مع مين؟ اقول له بارلل مع الاي سي. طب الاكس واي نص مين؟ نص الاي سي. وهنسمي الجمله دي رقم واحد. يبقى هو بارلل مع اي سي ونص الاي سي. طب نقول له خط صندوق كده، انت خلصت المثلث اللي فوق، امسك بقى المثلث اللي تحت ده اللي انا هعمله برضه بالاسود، ماشي كده وماشي كده وماشي كده. شايفينه كاني قصيت المثلثين عن بعض، فاقول هنا كده ان هقول ان ترينجل ونكتب اسمه اي بي سي. احنا قلنا هنا بنقول واحده سنس واثنين زن، هنا بقى بنقول اثنين سنس وواحده زن. بيقول سنس ايه؟ في المثلث ده لازم تبدا الاول بالرايت انجل اللي هي 90. اقول له سنس ان ميجر انجل بي ايكوال 90، واقول له سنس ان البي دي ميديان. الجمله الثانيه ان البي دي ميديان، يبقى زن ايه بقى؟ طالما دي 90 ده ميديان، كنا بنقول ايه؟ الميديان نص الهايبوتنس، الميديان نص الهايبوتنس. وفي حاجه ثانيه لو دي 30 كنا بنقول ايه؟ الاوبزيت 30 نص الهايبوتنس، الاوبزيت 30 نص الهايبوتنس. يعني لو دي 30 يبقى دوت نص الهايبوتنس. طب لو ده ميديان يبقى ده نص الهايبوتنس. فانا هنا هستخدم جمله ايه بقى؟ ان طالما في ميديان يبقى الميديان نص الهايبوتنس. يبقى اقول له زين ان الفي دي هيبقى ايكوال هاف الهايبوتنس اللي هو الاي سي. ونسمي الجمله دي نمبر 2. تعال بقى بص معايا كده على 1 و 2. 1 بتقول لك ان الاكس واي نص الاي سي، و2 بتقول لك ان البي دي هو كمان نص الاي سي. ايه ده؟ يبقى من الجملتين دول نستنتج ايه؟ ان الاكس واي بتساوي البي دي اللي هو كان عايز يثبته. يبقى اقول له كده ايه؟ زين ان الاكس واي ايكوال بي دي. عايز تقول الاول فروم 1 اند 2 مفيش مشكله، تعالى نمسح نقول فروم 1 اند 2. فروم 1 اند 2 اللي كانت تقول دولت عادي اهو، اقول فروم 1 اند 2 يطلع زن ايه؟ ان الاكس واي ايكوال بي دي. طب ليه بقى يا مستر ده بيساوي ده؟ عشان كل واحد فيهم نص الاي سي. ده نص الاي سي وده نص الاي سي، ده طلع نص الاي سي ودوت نص الاي سي، يبقى دول قد بعض. يعني مثلا بصوا لو الاي سي 10 سم هتلاقي ده نص ال 10 كام؟ 5. طب ولو ده 10 سم هتلاقي ده نص ال 10 يعني 5، فيطلع ده قد ايه؟ قد ده. طب احنا كده خلصنا المساله الايه؟ انا عامل بس اتقل على الفواصل دي كده. وده الفاصل بتاع المساله الثانيه. ها المسألة بقى الثالثة. عايز ايه بقى في الاكزامبل ده يا حبايبي؟ هو مديني التراينجل اللي قدامك ده، قايل ان الميجر بي بيساوي ميجر سي، حاطط هنا نقطة وهنا نقطة. ده اسمه اكس بلس 3 وده اسمه 2x minus 1 وده اسمه 9 minus x. والانجل دي سي انا هتقلها عشان لو مش باينه، لو الازرق مش باين المثلث بتاعه. بص يا حبايبي بقى، وعايز ايه؟ عايز البارامتر بتاع ترينجل اي بي سي. عايز البارامتر بتاع ترينجل اي بي سي. احنا قلنا هنا ايه؟ لو خدت بالك قلنا لو في سايد ايكوال سايد يبقى في انجل ايكوال انجل. هنا بقى العكس، في انجل ايكوال انجل يبقى في سايد ايكوال ايه؟ سايد. يبقى هبدا البروف اقول له ايه؟ اقول له سينس ان في انجل بتساوي انجل. مين الانجل؟ ان ميجر بي هيساوي ميجر سي. ان ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل سي. ها يبقى السايد اللي اسمه اي بي ايكوال السايد اللي اسمه اي سي. اهو اقول زين ان اي بي ايكوال اي سي.
راجع معايا سايد ايكوال سايد يبقى انجل ايكوال انجل، هنا انجل ايكوال انجل يبقى سايد ايكوال سايد عكس بعض. طيب هقول له يبقى السايد ده قد السايد ده، تيجي نعملها بقى ايكويشن بالالجبرا ونحلها. يبقى نقول ان السايد ده اللي هو 2x ماينس 1 ايكوال x بلس 3. طب نصيحه من مستر نبيل تعمل ايه؟ لما تحب تقول ده بيساوي ده ابدا باللي فيه اكسات كتيره. يعني في 2x وهنا في x واحد، يبقى اكتب ده الاول اللي فيه اكسات كتيره عشان ما يقابلكش وانت اثناء خطوات الحل يطلع اشاره نيجاتيف وتضايقك. يبقى هنشوف مين فيه اكسات كتيره ونكتبه الاول. هنا في 2x يبقى ده الاول، نقول 2x ماينس 1 اهو، هنقول زين 2x ماينس 1 ايكوال x بلس 3. حد شاطر بقى في الايكويشن بيعرف يحل الايكويشن؟ قال لي يا مستر نلم الاكسات في جنب والارقام في جنب. اقول له جدع، شايف الاكس دي تاخد شلوت تروح هنا، والماينس 1 ده ياخد شلوت يروح الناحيه الثانيه. يبقى الاكسات هنا والارقام هنا. تعال نلم بقى، دي 2x هتنزل 2x زي ما هي، ده يعتبر بلس x، هيبقى هناك يبقى اسمه ماينس x، وراح قايل ايكوال. ال 3 هتنزل زي ما هي، وده ماينس 1 هيروح هناك يبقى اسمه بلس 1. تيجي نصفي، هي 2x ماينس x هيديك x بس، 2x لما نشيل منهم x واحده 2x لما نشيل x يبقى x واحده، و3 بلس 1 هيديني 4. اروح مبروز الجمله دي لان الجمله دي جميله جدا، وهو هنا كده زين وهنا زين. طب انت جبت الاكس بكام؟ انا برضه هبروز هنا، هنا اثبتنا ان الاي اكس ايكوال اي واي، وهنا اثبتنا ان الميجر بتاع الانجل اي اكبر من ميجر انجل سي. بص بقى يا حبايبي، انت جبت ان الاكس ب 4، طب تعمل ايه؟ ده هو عايز البارامتر، طب ما تيجي نجيب كل سايد بقى. هتجيب الاي سي، هتشيل اكس وتحطها 4 هتبقى 4 بلس 3 يعني 7. طب والاي بي هتقول 2 باي 4 ماينس 1 ما هي الاكس ب 4. طب وتجيب البي سي ازاي؟ هتقول 9 ماينس اكس يعني 9 ماينس 4. وبعد ما تجيب الثلاث سايدات البارامتر يعني تجمعهم، يبقى انا دلوقتي محتاج 4 تسطر بالظبط. هقول زين اهو، كله بقى زين زين زين، وفي الاخر اقول بقى زين البارامتر بتاع الترينجل هيبقى ايه؟ واجمع الثلاث ارقام بتوعه. طب بص يا حبايبي، تعالى نجيب اول حاجه نقول زين ايه؟ ناخد مثلا نجيب الاي سي الاول، هنقول اي سي اكس بلس 3، الاكس انت جبتها 4 نقول 4 بلس 3 ايكوال 7 دايره عليه، يبقى ده 7 سم. طب تعالى نجيب السايد الثاني اللي هو اي بي، هنقول اي بي 2x ماينس 1. احنا سنه واحد بدأ مستر 2x دي هنضرب الاكس في 2، الاكس اللي هي 4 دي تتعمل باي 2 وبعد كده ننقص منها 1، يعني تقول 2 باي 4 ماينس 1. معاك الكالكوليتر احسب عليها، يا اما تقول 2 باي 4 هيديني ايه؟ 8 ماينس 1 يديني 7، يبقى السايد الثاني 7 سم. السايد الثالث اللي هو البي سي اهو 9 ماينس اكس، يعني 9 ماينس، سامع حد شاطر بيقول لك الاكس ب 4 يبقى 9 ماينس 4 هيطلع 5 سم. طب قبل ما تجيب البارامتر عايز يبقى عندك قوه ملاحظه. حد ملاحظ حاجه؟ ان انت لما جيت تحسبهم طلع ده 7 وده 7 وده رقم مختلف، يبقى في اثنين زي بعض، يبقى معنى كده ان هو ايسوسيلس، لازم يطلع كده. في واحد يجي يقول لك انا عايز اتاكد ان مسالتي صح، هدور على مستر نبيل او اي مدرس ماس هساله يا مستر الارقام صح ولا لا، من غير ما تسال حد. افرض انت جبت الاكس دي غلط، يعني مثلا جاب الاكس دي ب 10 مثلا، هتبقى دي اكس بلس 3 يعني 10 بلس 3 يعني 13، وهنا تقول 2 باي 10 يعني 20، ال 20 لما نقص منها 1 تبقى 19. هل ال 13 وال 19 زي بعض؟ طبعا لا مش زي بعض، يبقى الاكس بتاعتك مش مظبوطه. انما هنا اللي انا لاحظته ايه؟ ان انا لما عوضت الاكس هنا وهنا طلع ده 7 وده 7، يبقى الاثنين دول قد بعض، يبقى ده كده ماشي صح، هو كده ايسوسيلس. لان طالما في انجل قد انجل يبقى لازم السايد ده يكون قد السايد ده. الخطوه الاخيره بقى الفينش، هنجيب البارامتر بتاع الترينجل، ناخد الثلاث ارقام، الارقام دول نجمعهم، نقول 7 بلس 7 بلس 5. 7 بلس 7 14، حط عليهم 5 يبقى 19 سنتيمتر، وهنا هنكتب جنب ده سنتيمتر. كده خلصنا المساله دي، نخش على المساله اللي بعديها. دي معانا مساله كمان هي عايزين نحلها. هو مديني الترينجل دوت اي بي سي، مديني ده 6 سم ده 10 سم، ده مش مديني مقاسه واحنا مش عايزينه في حاجه. قال لي ده كله ب 9 سم، واخد بالك 9 سم دي عامل سهم كده، واخد بالك من السهم اللي هو عامل خط كده اهو. خدوا بالكم من الحاجات البسيطه اللي بتاع الرسمه دي. وبرده انت لما تقرا الرسمه، يعني لما تقرا السؤال بيبقى مكتوب في الامتحان في ورقه اسئله، لو قريت هتلاقي هو كاتب ال 9 سي دي كلها، عشان في ناس بتفكر ال 9 ده مثلا سي ام. طب هنا بقى الفور
هو يقصد الفور من بي لحد ام. طب هو عايز منك ايه؟ عايز البارامتر بتاع اي ام تي اي اللي هو الشكل ده. تعال نقطه كده مع بعض. الشكل الرباعي ده. طب احنا من شويه عملنا البارامتر بتاع التراينجل. وقلنا البارامتر بتاع التراينجل ان احنا جمعنا 3 سايدات. طب هنا بقى لما يكون بارامتر بتاع شكل رباعي هتجمع الاربع سايدات. يبقى انا محتاج اعرف الحته دي مقاسها كام، ومن اول ايه لحد اي كام، ومحتاج اعرف الام دي بكام والام اي بكام. ممكن نقولها شفوي كده بسرعه وبعد كده نكتب البروف. حد فيكم فاكر لما كان بيبقى فيه 2 ميديانز كنا بنقول سينس ان كذا وكذا 2 ميديانز، يبقى زن ايه بقى؟ الريشيو بتاع 2 to 1 from the vertex. روح راجع الفيديو بتاع الميديانز اللي على القناه. الريشيو 2 to 1 from vertex، يا اما 1 to 2 from base. طب ده معناه ايه؟ معناه ان الحته دي طالما بي ام ب 4 سم يبقى الام اي نصها، الفور نصهم 2، يبقى الحته دي 2. طب حد معايا هنا كده؟ ده كله بقى ب 9. طب يا مستر 9 تتقسم ازاي؟ فاكر؟ كنا بنقول ده نص ده، فنقول 9 تبقى 3 و6، لان 3 نص ال 6، وفي نفس الوقت ال 3 وال 6 لما نجمعهم مع بعض يديني 9. بس كنا بنستخدم حركه حلوه، قانون التلت والتلتين. انا كنت بقول الحته الصغيره تلت، نضرب التلت في الناين، والحته دي نضرب التلتين في الناين عشان نجيب كل جزئيه بكام. طب يا مستر دي هتبقى كام؟ دي هتبقى 3 ودي هتبقى 6، مش عايزين دي 3 وده 4 يبقى ده هيبقى 2. ايه ده؟ يبقى دي 3 ودي ايه؟ 2. طب بعد كده دي نجيبها ازاي؟ مش ده كله 10 يبقى دي 5، ده كله 6 يبقى دي 3. نجمع بقى ده بلس ده بلس ده بلس ده. طب انا هكتب الارقام على الرسمه بالقلم الرصاص اهو. يعني انا طالما ده 4 يبقى الحته دي ب 2. انا هكتب هنا كده ان دي 2. وطالما ده 9 دي هتبقى 3 ودي 6، هكتب كده الحته دي ان هي 3. ده كله 6، ده نصها، نص ال 6 كام؟ 3. وده كله 10 يبقى دي نصها 5. عارف بقى البارامتر ايه؟ هتجمع 2 بلس 3 بلس 5 بلس 3. طب يا 2 بلس 3 5، طب 5 و5 10، 10 و3 يبقى البارامتر بتاعه 13. طب تعالى نكتب بقى البروف. البروف بقول ايه بقى يا شباب؟ بقول سينس. انا كنت بقول لك اول ما تشوف ميديانز، اروح راجع الفيديو بتاع الميديانز، كنت بقول سينس ان كذا وكذا ار 2 ميديانز، يبقى دي البدايه بتاعتي. اقول سينس ان بي اي اللي هو الخط ده وسي دي ار 2 ميديانز. بس على الجمله دي بقى اكتب كل اللي نفسك فيه. طالما هما الاثنين ار 2 ميديانز هقول بقى يبقى زن ايه بقى يا مستر؟ ان طالما بي ام ب 4 يبقى ام اي ب 2. اقول له يبقى زن ام اي ايكوال 2 سنتيمتر. ونروح مبروزينها كده عشان تبقى ظاهره معانا، لان لما نكتب البروف هنحس ان الدنيا بقت زحمه. يبقى الام اي ب 2، الفور نصهم 2. طب بعد كده اقول ايه بقى؟ عايزين نجيب الام دي. اقول زن الام دي هتساوي، سنه واحد بيقول لها مستر نستخدم قانون التلت والتلتين. يا جماعه مش الريشيو بتبقى هنا 2 to 1، يبقى دي فروم ذا فيرتكس 2 to 1، يبقى لو دي 2 ودي 1 يبقى ده كله 3. يبقى الحته دي بتعبر عن قد ايه من ال 3؟ بتعبر 1 اوفر 3 يعني التلت. طب الحته دي التلتين، يعني بص بتاخد ال 9 تضربها في تلت، وتاخد ال 9 تضربها في تلتين. على الآلة دي هتطلع لك 3 وهي هتطلع 6. طب انت اضرب في تلت لو انا عايز الحته الصغيره، انت اضرب في تلتين لو انا عايز الحته الكبيره. طب انت عايز مين فيهم؟ احنا دي مش هتهمني في حاجه لان دي مش جوه الشكل، احنا عايزين جوه الشكل اللي هي الام دي. طب ما الام دي النسبه بتاعتها او الريشيو بتاعتها 1 يبقى دي بتاعت التلت. يبقى انا اقول له هنا ان الام دي هتساوي ايه؟ اضرب ال 9 باي 3 هتطلع 3 سنتيمتر. نبروزها كده يبقى احنا كده جبنا الحته الثانيه. طب يا مستر ناقص لك ايه؟ ناقص لك الاي دي والاي اي. طبعا الاي دي نص ال6 والاي اي نص ال10، يبقى نقول زن تاني. كل ده طالع من جمله ان دول 2 ميديانز، يعني سنس ان دول 2 ميديانز استنتج كل الاستنتاجات دي. اقول له يبقى زن اي دي ايكوال ال6 نصهم 3، يبقى اقول له 3 سم. ونقول زن تاني ده 6 يبقى ده 3. ناقص لي الاي اي، اقول يبقى الاي اي ايكوال ده كله 10، ده كله 10 اهو، وده كان كله 6. ال 6 نصهم 3، ال 10 نصهم 5، يبقى قلنا دوت 5 سنتيمتر. انت جبت الفور سايدز بتوعك، ما هو الكوادريلاترال ده شكل رباعي، اي ام اي دي ام اي شكل رباعي،
فعشان تجيب البارامتر لازم تجيب الاربع سايدات، بعد كده تجيب بقى خطوه البارامتر بتاعته. عايز بعد كده بقى ازن ايه؟ نوضح الفاصل ده كده عشان ايه؟ الجروفات ما تخشش في بعض. اول بقى يبقى زن ان البارامتر ايكوال، اقول له بقى ده بلس ده بلس ده بلس ده 2 بلس 3 بلس 3 بلس 5 2 بلس 3 بلس 3 بلس 5 هنقول ايكوال. طبعا 2 بلس 3 5 حط عليهم 5 يبقوا 10 10 بلس 3 يعني يطلع 13 سنتيمتر. تمام كده سنه ثانيه حلينا حبه مسائل حلوين. توقف الفيديو وتتفرج على كل مساله وتحلها تاني لوحدك غيبا لحد ما نخلصهم كلهم وتعالوا نكمل مع بعض. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك وتعمل شير للفيديو عشان زمايلك يستفادوا وتعمل سبسكرايب وما تنسوش اللايك. اوكي انتظرني في الفيديوهات اللي جايه.